أعزائي المستمعين، فيلم النهارده بيتكلم عن اتنين عبارة عن قتلة مأجورة بيضطروا إنهم يشتغلوا مع بعض على الرغم من إن كل واحد فيهم بيشتغل لوحده، والأحداث إحنا مع بعض هنشوفها عشان ما أطولش عليك، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم بالولية اللي بتكون مرعوبة دي وبتقفل ستاير الشقة اللي هي فيها، وبتقرب على الواد اللي واقع في الأرض ده وبتحاول تتأكد إن كان عايش ولا مع السلامة، وبتحاول كمان تشد الشنطة بتاعتها من تحته اجمدي شويه، وبتقدر تشدها في الاخر، بس في دم من الولد بيطرطش عليها، فبتطلع تليفونها من الشنطه وبترن على رقم مجهول الهويه بس بتلاقيه مرفوع من الخدمه. بس مره واحده التليفون بيرن بيخضها وبترد عليه، وبيكون حد بيقول لها انت جبت الرقم ده منين؟ قالت له في حد قال لي لو احتجت اي مساعده رن على الرقم ده. فقال لها انا اكرر سؤالي، انت جبت الرقم ده منين؟ قالت له ما هو اللي اداني الرقم طلب مني اني ما اقولش. فقال لها وانا هثق فيك ازاي ما دام ما اعرفش جبت الرقم منين او مين اللي اداهولك؟ قالت له هو قال لي ان في راجل واحد بس في المدينه هو اللي بيعرف يعمل الشغل اللي انت بتعمله، والراجل ده هو انت، وان ممكن في يوم من الايام احتاج مساعده من الراجل ده اللي هو انت. فبعد ما اعرفش قد ايه كده الباب بتاعه بيخبط وبيكون هو بيقول لها انت اتصلت بحد؟ قالت له لا. قال لها ولا بعت رساله لحد؟ قالت له لا لا خالص، انا فضلت قاعده مكاني مستنيه على ما انت تيجي. هو انت ممكن تخلصني من الورطه دي؟ قال لها عشان كده انت اتصلت بيا. فقالت له هو كان بينط على السرير واتكعبل ووقع فوق الازاز، بس صدقني انا ما عملتش حاجه. فقال لها انت لو ما كنتش هنا دلوقتي كنت هتكوني فين؟ قالت له كنت هكون في البيت مع بنتي بنتفرج على التلفزيون. فقال لها كويس، انا عايزك كده دلوقتي في بيتك وبتتفرجي على التلفزيون مع بنتك، وما تشغليش بالك باي حاجه وانا هشوف شغلي. فقالت له طب تمام شكرا قوي، بس على فكره انا لما خدت رقمك كنت فاكره انه كلام فاضي وما كنتش اعرف ان في ناس زيك كده. فقال لها عشان ما حدش يعرف يشتغل شغلي ده. وبيشوف الواد اللي واقع على الارض وبيتاكد ان كان لسه في نفس ولا قاطع خلاص. بس مره واحده الباب بيخبط وبتروح المراه الوليه بتروح تفتح وبيدخل اسمه ايه ده. فالاول بيشوفه بيقولوا انت مين. وخلي بالك عزيزي المستمع الاتنين في الفيلم ده ما لهمش اسم او ما ظهرش اسمهم في الفيلم. فالمهم الوليه بتيجي هي كمان وبتقول له انت مين. فقال لها انا هنا عشان احل مشكلتك. مين ده بقى؟ قالت له انا اتصلت بيه. فالاول بيقول له مين بقى اللي اتصل بيه؟ فبيشاور له على كاميرا صغيره خالص في الزاويه دي، والتليفون ده بيرن. فبيروح التاني يرد عليه وبيقول تمام هديلها التليفون، وبيدي التليفون للوليه اللي معرفش هي كمان اسمها ايه، وبتقول مين؟ ماشي، وبتدخل الحمام عشان تتكلم بعيد عن الاتنين اللي اساميهم مشطوبه دي. وشويه كده وبترجع تطلع لهم تاني وبتفتح السبيكر وبتكلمهم واحده وبتقول لهم اسمعوني كويس، دلوقتي في مشكله في المكان. انا اسمي باميلا داود هيردري صاحبه الفندق ده، وهو جديد على فكره وغالي قوي كمان، فلازم دلوقتي اتصرف بسرعه عشان اخلص من البلوه اللي حصلت دي، عشان الفندق بتاعي ما يطلعش عليه سمعه من اولها. اصل مش عايز اكون صاحبه الفندق اللي لقوا فيه المدعيه العامه اللي انا المفروض بحترمها او بقدر مجهودها كمان ممسوكه مع عيل صغير في السن، وكمان الواد ده راح فيها. وعشان كده جبت واحد انا اعرفه عن طريق حد تبع انا واثقه فيه عشان يحل المشكله دي، والمدعيه العامه كمان خايفه على سمعتها، عشان كده اصرت ان الراجل اللي اتصلت بيه يفضل موجود هو كمان عشان تضمن انهاء المهمه دي. وعشان كده قررنا ان انتوا الاثنين هتشتغلوا سوا عشان تخلصوا من البلوه دي زي ما قلت كده. فبيقولوا لها هما الاثنين بصوت واحد لا. والراجل التاني بياخد التليفون وبيقول انا عايز اتكلم معاك شويه، انت بتهزري ولا ايه؟ والاول بيلم عدته عشان يمشي، فالمدعيه بتوقفه وبتقول له انت رايح فين؟ ما ينفعش تمشي كده. فقال له ده مش اسلوب شغلي. فقالت له انا واثق في الراجل التاني ازاي؟ مش انا اللي جايباه. فقال له انت يعني تعرفيني؟ قالت له لا بس انا واثقه في اللي اداني الرقم بتاعك، وقال لي انك لما بتقبل المهمه فانت كده بتبقى حطيت وعد، والوعد ده هو مقياس الراجل. فقال لها بس مش بالاسلوب ده. فقالت له انت على تسجيلات الكاميرات على فكره، ولو ما خلصتش المهمه دي تسجيلاتك هتفضل موجوده. وباميلا برضه بتفهم الراجل التاني الكلام ده، فبيقول لها تمام عارف ان انت شايفاني. والمدعيه العامه بتقول للاثنين طب تمام هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ فالاول بيقول لها اول حاجه انا عايز اعرف انت عملت ايه الليله. فبتقول انا كنت قريبه من الفندق ده، ولما وصلت له ودخلت قابلت الواد ده في السكه وفضل يتكلم معايا، فانا قلت له ايه رايك نحجز اوضه، وانا على فكره كنت بهزر يعني، وهو وافق. وبعدين شربنا وما اعرفش ايه. فالراجل التاني بيقول لها يا ولاد انت مره كبيره. فقالت له لا مش زي ما انتوا فاهمين كده. فقال لها يعني انت جبت الشاب اللي في العشرينات ده وحجزتوا اوضه وبداتوا تشربوا وكده، طب وبعدين؟ قالت له دخل الحمام وطلع منه وبدا انه يتنطط على السرير ويتكعبل ووقع على صينيه المشروبات ووقع ميت. فالاتنين بيكونوا مجهزين لها لبس عشان تغير هدومها اللي عليها الدم دي، فبتاخد من ده حاجه ومن ده حاجه وبتدخل تغير وبتغير فعلا وبتطلع من المكان. وبعدها الراجل الاول بيديك الزباله للتاني يمسكه عشان يتخلص من جثه الولد، وبيروح يفرش كيس جنب الواد وبيحط قماشه تحته، بس هو شغال التاني بيفتح كولا وبيشربها. فبيقول له انت بتعمل ايه؟ فما بيردش عليه. فقال له انت بقى قاعد بتشرف عليا مثلا؟ قال له بشرف؟ ده شرف ليا، انت ممكن تكون مش فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل هنا. فقال له انا عايز اخلص شغل عشان اروح. قال له لا مفيش مروح، ده شغلك هنا انك لازم ما تسيبش اي اثر وراك بعد ما تخلص، فخليك حريص قوي وانت شغال، وانا بقى شغل هنا هيكون بس ان اتاكد انك شغال صح عشان ما تسيبش اي اثر وراك. فقال له طز فيك.
وبيرجع عشان يكمل شغله بس ظهره بيطقطق عشان راجل كبير بقى. فالتاني بيقول له ايه ظهرك؟ فبيقلب الولد على الكيس اللي فرشه على الارض وبيغطيه وبيبدا انه ينظف ويرمي اي حاجه مشكوك فيها. والتاني بيجيله وهو بيلم الحاجات اللي هيرميها وبيرمي علبه الكان في الكيس اللي معاه بعد ما شربها، وبيرجع يقعد وبيفضل يتفرج عليه على اساس انه بيشرف عليه يعني. بس بيلاحظ حاجه غريبه في المكان ده، فبيقوم عشان يشوف ده ايه، فبيلاقيها شنطه، ولما بيفتحها بيقول فالاول بيقوله بيقول انا مش قلت لك ما تلمسش حاجه، وبيجي يشوف الشنطه اللي لقاها دي فبيقول هو كمان طب ايه بقى اللي في الشنطه؟ طيب 1 2 3 4 اكياس مخدرات. ومره واحده التليفون بيرن وبتكون باميلا صاحبه الفندق ما هي مراقباهم، وبتقول لهم هو في ايه؟ انتوا بتقولوا انكم مش هتعرفوا تتخلصوا من المخدرات دي ليه؟ فبيقولوا لها هما الاثنين بصوت واحد الشرطه لو شافتها هيسالوا اسئله بكميه المخدرات الكبيره دي، وده معناه ان المخدرات دي مسروقه واكيد صاحبها هيدور عليها، واكيد يعني الناس اللي زي دي انت مش عايزاهم في الفندق بتاعي. فقالت لهم انا ما فهمتش انتوا الاثنين بتقولوا ايه، بس انا مش عايزه حد يجي هنا يسال عليها ويعمل مشكله، فاللي انتوا هتعملوه انكم هتعرفوا صاحب المخدرات دي وترجعوها له. وبتقفل السكه. فالتاني بيقول واحنا دلوقتي هنوصل لصاحبها ازاي؟ فالاول قال له نخلص من الجثه الاول وبعد كده المخدرات. قال له بس انا لو كنت مكانك. قال له ما انتش مكاني. وبيروح يحط شرايط لازقه على الارض جنب جثه الولا وبيلفه بالقماشه بيخلي اللزق يلف حواليه، وبيطلع بره بيجيب البتاعه دي اللي هي علاقه للهدوم او حاجه، وبيعلق الواد فيها وبيلفه بكيس اسود عشان يبان انه بدله او حاجه شبه كده، وبياخدوا على عربيه الهدوم وبيطلعوا هما الاثنين وبينزلوا في الاسانسير على الجراج. والاول بيطلع بره جراج العربيات وبيطلع بيجيب العربيه بتاعته وبيدخل الجراج تاني بيوقف العربيه وبيفتح الشنطه وبيجيب الجثه من الاسانسير وبيحطها في شنطه العربيه، والاثنين بيقفوا قدام بعض. والتاني بيقول مع ان عندي فضول اني اشوفك وانت بتحل المشكله دي من غيري، بس لازم اعمل ده لوحدي. قال له تعمل ايه؟ قال له امسح التسجيلات. فقال له بس انا لازم اكون معاك عشان اتاكد انك هتمسح التسجيلات بتاعتي. فقال له انا طلب مني انك ما تشوفش اللي هيحصل ده. قال له مين بقى اللي طلب؟ مديرتك؟ فقال له دي مش عايزاك اصلا. فقال له يبقى انت ضدي وحفرتولي عشان توقعوني. انت مين يالا؟ قال له انا مين؟ طز في سؤالك ده، انت اللي مين؟ مأجور مسن ولا عامل نظافه مسن؟ فقال له انا في التسجيلات دي ومش همشي من هنا غير لما تمسحها. فقال له طز فيك، هو مين المهتم اصلا؟ فقال له طز فيك انت، وانا اللي هياكد لي ان دي مش حفره او مصيده. فقال له ازاي؟ قال له يعني ممكن تكون مديرتك هي اللي جابت الواد ده عشان عارفه انه معاه مخدرات وبتعمل وبتسوي عشان توقع بيا، او ممكن بتوقع بينا احنا الاثنين. وشويه كلام فاضي كده بيفضل يقوله. فراح هو رد عليه وقال له طب وكل ده ليه؟ فبيفضلوا الاثنين يشتموا في بعض. بس مره واحده شنطه العربيه بتفتح والواد بيفوق من اللي هو فيه، فبيروحوا يجروا عليه والتاني بيخبطوا بالبنيه في وشه وبيقفلوا شنطه العربيه، وبيركبوا هما الاثنين جنب بعض وبيفضلوا يتخانقوا. ده يقول ده انت ما اتاكدتش من نبضه ليه؟ فبيقول له انا اتاكدت. انت هتعمل معلم عليا؟ فبيقول له طب علمني انت بقى. قال له خلاص بقى يالا وانت كلامك كتير كده. فقال له هتكون يعني المخدرات اللي هتبطئ ضربات قلبه؟ قال له خلاص بقى يالا. والاتنين ما بيكونوش طايقين لبعض كلمه. والتاني بيقول له انا عارف حد هنودي الواد ده ليه. فقال له توز. وبيضحك وبيتصل هو بحد يعرفه، بس الحد اللي يعرفه ده ما بيردش عليه. فالتاني قال له وبعدين؟ قال له محدش بيرد، هنروح فين؟ فقال له الحي الصيني. فبيبداوا يتحركوا للمكان اللي هيروحوا ليه وبيوصلوا للمكان المطلوب. والتاني بيروح يرن الجرس بتاع البيت ده، فبترد عليه واحده وبتقول له مش النهارده. فقال لها بس انا محتاج مساعده فعلا. قالت له مساعده ايه؟ فبيفضل كام دقيقه كده يشرح لها على اللي حاصل وبيقول بس كده ده كل اللي حصل. فبتقول له طب نزل لك اهو، وبتنزل له وبتقول له انتوا هتعملوا ايه في الولا بعد ما يعرفوا كل حاجه؟ قال لها تبقى خلصت. قالت له بس كده الراجل التاني يخلص عليه، هو انت ضامنه؟ قال لها مش عارف، مش للدرجه دي، ده راجل خرفان. فبينزل هو من العربيه وبيجي لهم وبيقول للبنت ازيك يا جون؟ قالت له اهلا. فقال لها انت ما ردتيش على اتصالي. قالت له حصل. والاثنين بيكون واضح انهم يعرفوها يا عزيزي المستمع، وبيفتحوا شنطه العربيه هما الثلاثه عشان يشوفوا الولا. وجون بتقول لهم دخلوه جوه بس خلوا بالكم من ظهركم. فبيدخلوه على جوه وجون بتكشف عليه وبتقول لهم الواد ده فضل يتعاطى لما مراوح قلبه كانت هتوقف. دي نبضات قلبه ضعيفه جدا لدرجه ان مش باين ان في نبض اصلا. بس مره واحده الواد بيفوق وبيطلع يجري من جون، فبتقول لهم وقفوه، وبيطلع يجري في الشارع باللباس وهما بيطلعوا يجروا وراه بالعربيه. والواد بيدخل المكان ده فالتاني بينزل من العربيه عشان يجري وراه، والواد بيفضل يجري والتاني بيفضل وراه. واول لما بيطلع على الطريق الاول بيخبطوا بالعربيه غصب عنه، بس بيتشقلب بينزل على الارض سليم. فبيطلع يجري والتاني بيطلع برضه يجري وراه، وبيفضل الواد يجري مسافات لحد ما بيتعب صاحبنا التاني. فبيفضل برضه مكمل جري والتاني بيفضل يجري وراه. والواد بيطلع على السلم ده وبينزل على الطريق، بس بيلاقي العربيه دي وقفت له، والاول بينزل منها وبيقول له اركب العربيه، وبيبص وراه بيلاقي التاني في وشه وبيجيبه من شعره وبيدخله جوه العربيه. وبيرجعوا لجون تاني وبيفضلوا يرنوا عليها فما بتعبرهمش، فبيفضلوا برضه يرنوا عليها وما بيسيبوهاش. فبتبص لهم من فوق وبتقول لهم امسكوا يا اغبياء، ادوا له من الكيس ده حبيتين كبار كل ساعتين مع حبايه صغيره كل 6 ساعات، وخلوه يشرب ميه كتير وبس كده. فبيرجعوا تاني للعربيه والتاني بيطلع للولد هدوم من شنطه العربيه وبيقولوا البس دول. وبيوصلوا الفندق عيان، والواد اللبس اللي بيكون لبسه ده
لبس حريم، فبيحجزوا اوضه وبيدخلوا عشان يستجوبوا الولد. والاول بيسالوا عن المخدرات فقالوا انا معرفش انت بتتكلم عن ايه، فبيسالوا تاني والواد برضه بيتوه، بيسالوا تالت وبرضه، فالتاني بيطلع له كاس المخدرات وبيقول له دول يالا، فقال لهم مش بتاعتي. فالاول بيقول للتاني تعالى كده اتكلم معاك على جنب، وبيقول له اسمع الواد ده مش هيجيب الذوق. فقال له ما انت ايه اللي انت بتعمله ده انت سالته نفس السؤال 3 مرات وما ردش عليك، ايه الاسلوب العيان بتاعك ده؟ فقال له طب ما توريني اسلوبك. قال له لا. فقال له ليه؟ عشان ما عندكش اسلوب اصلا؟ قال له لا عشان هتسرقه مني. قال له هسرقه منك؟ هسرقه منك حصل. فبيدخلوا هما الاتنين على الولا، وده بيرفع عليه بكرسي وده بيرفع عليه الاباجوره، وبيقولوا له اتكلم يالا جبت المخدرات دي منين؟ قال لهم من لاجراند. قالوا له لاجراند مين؟ قال لهم دي المخدرات بتاعته. فبيقولوا له ازاي بقى قدرت تاخد المخدرات دي؟ فقال لهم هقول لكم حاضر، هقول لكم بس ممكن بس الاول تجيبوا لي كوبايه ميه. فالتاني بيدخل يملى له كوبايه ميه من الحنفيه، والحوض بيكون بيطلع منه صراصير وبيديله يشرب. وبيبدا الولا يحكي لهم وبيقول لهم اول حاجه انا صحيت من النوم وانا كده ببدا يومي. فالتاني بيقول له ما الكل بيبداوا يومهم كده. فبيرجع تاني يقول لهم انا صحيت من النوم وبعدين قمت من على السرير. فالتاني بيرفع عليه الاباجوره وكان هيخبطوا بيها، بس الواد برضه لسه مصمم انه صحي من النوم وامن على السرير واوضته كانت متبهدله. فقالوا له طب اتكلم بسرعه، لو كده بقى اتكلم بسرعه، اتنيل وقول ايه اللي حصل بعد كده بس بسرعه. وفعلا بدا يحكي لهم عن اللي حصل، بس قعد يرغي كتير قوي لمده تقريبا 2.5 دقيقة او اكتر يتكلم بسرعه. فانا هحاول اطلع لك المفيد او ملخص اللي قاله يا عزيزي المستمع. فاللي هو قاله انه كان بيحضر صفوف او محاضرات عشان يتعلم التجاره، وهناك قابل راجل كان بيحضر معاه الصفوف دي واتصاحبوا على بعض وكانوا بيخرجوا سوا وكده. بس في اليوم ده صاحبه ده جاله اتصال وهم في الصف ان امه اتنقلت للمستشفى وماتت، والمفروض ان صاحبه ده كان هيسلم طلبيه بس ما كانش هيعرف يروح عشان اللي حصل لامه. فهو بقى عمل نفسه فالح وقال له هاتها هسلمها انا، ولما خد منه الشنطه وعرف انها مخدرات اتفاجئ وقال له انت بتهزر ولا ايه؟ بس هو اضطر ياخدها منه ويعمل كده عشان صاحبه ده كان لازم يروح لامه حالا. وقبل ما يسلم الطلبيه كان بيضيع شويه وقت وكان حاسس بخوف برضه، فراح لبار في فندق وهناك قابل الوليه اللي هي المدعيه العامه وقالت له ايه رايك نحجز اوضه، وهو وافق. وفوق جرب المخدرات وهي اللي خليته اتقلب كده. فالاتنين بيقولوا له فين بقى مكان التسليم؟ قال لهم ما اعرفش. فقالوا له ازاي بقى؟ فقال لهم انا ما اعرفش اسلم فين لحد دلوقتي اصلا. فقالوا له طب وانت كنت هتعرف ازاي؟ قال لهم عن طريق جهاز النداء. قالوا له طب وهو فين؟ فقال لهم هو احنا في التسعينات اكيد يعني انا مش شايله في جيبي، بس صاحبي سابوله في المكان اللي هو شغال فيه اللي هو نادي او قاعه تقريبا، هو بيشتغل نادي هناك. فبياخدوا بعضهم وبيتحركوا بالعربيه عشان يروحوا للمكان ده، وبيوصلوا للمكان المطلوب قدام القاعه والواد بيكون نازل وبيقول لهم انا جاي لكم على طول اهو. فقالوا له خد بس انت رايح فين؟ قال لهم ايه هجيب جهاز النداء عشان نعرف مكان التسليم، صدقوني مش ههرب. بس الاتنين بيلاحظوا حد كده نازل من القاعه، فالاول بيقول هو ده هو ولا ايه، وبيحاولوا يتداروا هما الاتنين، وده لان الراجل ده هما الاتنين على معرفه بيه وكانوا نفذوا له مهمات قبل كده، ولو شافهم هما الاتنين مع بعض هيخلص عليهم يعني، لانه هيقول دول طلعوا شغالين مع بعض. فالواد بيقول لهم احنا مش هنجيب الجهاز ولا ايه؟ فقالوا له احنا مش هنعرف ندخل. قال لهم ليه؟ طب حد فيكم يستنى هنا بالمخدرات طيب؟ فالاتنين بيقولوا بصوت واحد انا مش هسيبه هنا لوحده بالمخدرات كلها. فالواد بيقول لهم هو انتم مش واثقين في بعض ولا ايه؟ مش المفروض انكم شغالين مع بعض؟ فبيقولوا له لا. فبيضطروا كلهم انهم ينزلوا ويروحوا سوا وبيطلعوا من فوق السطح وبيدخلوا القاعه بدون ما حد ياخد باله، وبتكون القاعه شغاله فرح بنت ديمتري اللي هو ليه مهمات مع الاتنين، وكل واحد فيهم بيروح في حته غير التاني عشان ما حدش ياخد باله منهم او يشك فيهم. والواد بيدخل البار وبيقول للي واقف فيه ان في واحد صاحبه سايب له جهاز نداء عنده، فالراجل ما بيفهموش وبيجيب له كاس. فبيروح الواد ناطط هو بنفسه جوه البار وبيجيب الجهاز وبيطلع تاني، بس الحارس ده بيجي بيمسكه وبيقول له خد يلا انت كنت بتعمل ايه ورا البار، وبياخده بيطرده بره. فالاتنين بيجوا عشان يطلعوا هما كمان، بس في فقره بتبدا والرجاله دول بيدخلوا يسقفوا وبيزقوا الاتنين معاهم وبيفضلوا يرقصوا، والاتنين بيحاولوا يطلعوا بس بيتزنقوا وسطهم فبيضطروا يرقصوا وسطهم عشان ما حدش يشك في حاجه. والراجل ديمتري بيقف يتفرج على العرض وبيفضل يسقف وبيكون مبسوط، بس الضحكه بتتشال من على وشه لما بيشوفهم هما الاتنين في المكان، وبيقول في نفسه الله الاتنين دول مع بعض ازاي؟ اكيد يبقى اللي في دماغي. والاتنين بياخدوا بالهم هما كمان ان ديمتري شافهم، وديمتري بيكلم الحارس بتاعه بيقول لهم عليهم عشان يخلص، بس قبل ما الحارس يعمل حاجه بيروحوا هما الاتنين رافعين اسلحتهم على بعض. فديمتري بيدخل جري بسرعه عشان يهدي الوضع قبل ما الليله تبوظ، وبيقول لهم اهدوا يا جماعه اهدوا عيب كده ما ينفعش. فالتاني بيقول هو في ايه يا ديمتري؟ هو مين ده؟ فالاول بيرد عليه وبيقول له انت اللي مين؟ فديمتري بيقول لهم اهدوا بس يا جماعه نزلوا اسلحتكم دي او هاتوا الاسلحه دي كده. وبيقول لبنته معلش يا بنتي انا ظبط الدنيا دلوقتي، وبيقول ما تشغلوش بالكم يا رجاله دول اصحابنا جايين يباركولنا، ارجعوا يلا شغلوا الاغاني. وبيقول للاتنين تعالوا معايا، وبيقول لهم موافقين انتوا الاتنين بالظبط. فالاول بيقول له انا جيت عشان ابارك، والتاني بيقول له لحظه بس يا ديمتري انت تعرف الراجل ده؟ فقال له يعني خلينا كده نقول انكم شغالين شغل متشابه. فبيروح يزقه وبيقول له انت عارف لو شفتك تاني. فبيروح الاول خبطه يد في وشه، فالاتنين بيمسكوا في بعض بس الحراس بيسلكوهم، وبيطلعوا هما الاتنين من القاعه وديمتري بتعدي معاه بس الحارس بتاعه ما بيعديهاش، وبيقول لا
هما مع بعض. ولما بيوصل الاول لعربيته بيشوف الولد قاعد قدامها وما مشاش، وبيقول له شفت بقى قلت لك ان مش ههرب، بس العنوان لسه ما وصلش في الجهاز، شويه وقت والمفروض يوصل. فبيروحوا هما الثلاثه يستنوا في مطعم، والواد بيقوم يدخل الحمام، وجهاز النداء بتوصل في الرساله، فالاتنين كل واحد فيهم بيلبس النضاره المكبره بتاعته وبيبصوا في الجهاز عشان ناس كبار في السن بقى وفرق السن مقصر. والواد لما بيطلع بيقول لهم العنوان وصلكوا ولا ايه، فبياخدوا بعضهم وبيروحوا على العنوان اللي وصلهم. ولما بيوصلوا بيدوا للواد المخدرات وبيقولوا له ادخل يلا، فبيقول لهم انتوا مش هتيجوا، فالتاني قال له انت اللي وافقت تسلم، كمل شغلك للاخر. فبينزل من العربيه عشان يسلم، والتاني بيكون حاسس بتعب، والاول بياخد باله فبيطلع مسكن وبيديهوله، بياخد قرص وهو كمان بياخد قرص. ما انا قلت بقى السن مقصر. والواد بيخبط على الباب بتاع المكان فبيفتح له واحد وبيدخله، والعربيات دي بتحضر وبينزل منها عصابه مسلحه وبيدخلوا المكان هم كمان. والاتنين وهم قاعدين في العربيه فجاه بيلاقوا ضرب نار عليهم، وبيكون الحارس بتاع ديمترو ورجالته. فالاول بيتحرك بالعربيه وبيرجع لورا، والرجاله بيفضلوا يضربوا عليهم نار وبيكسروا العربيه. فبيروح الاول فتح الشنطه وبينزلوا هما الاتنين من العربيه وبيستخبوا وراها، والاول بيكون عين اسلحه في شنطه العربيه وبيطلع رشاش بيديل التاني وبيمسك فرد، والرجاله بيفضلوا يقربوا من العربيه ويضربوا عليها نار لحد ما الخزن في اسلحتهم بتفضى. فالاتنين بيستغلوا اللحظه دي وبيطلعوا بيضربوا عليهم نار وبينهوهم، وبيروحوا عشان يشوفوا الولا فبيلاقوا اسمه ايه ده طالع من المكان وبيقع خلصان على الارض، وده بتبقى رقبته متجابه وبيقع هو كمان خلصان على الارض. فبيقربوا بالراحه وبيدخلوا المكان هما الاتنين وبيلاقوا الرجاله مرميين في كل حته ومقتولين، بس الواد بيكون مستخبي في شنطه العربيه دي وبيقول لهم كلهم ماتوا ولا ايه. فبيقولوا له هو ايه اللي حصل، واللي بيكون حصل ان العصابه اللي دخلت دي بعد ما الواد دخل ضربوا نار على العصابه التانيه اللي كانت جوه، والاتنين خلصوا على بعض. فالاول بيقول الولا خلص شغلك، انت مش جيت هنا عشان تسلم المخدرات، خلص. فالواد بيروح عشان يحطها جنب الرجاله على الارض، والاول بيشد اجزاء السلاح اللي معاه عشان يخلص عليه. طب عايز يخلص عليه ليه ان كان هو او التاني؟ عشان عرفهم وعرف شغلهم. وبيروح يرفع عليه السلاح وبيكون متردد، والتاني برضه بيرفع عليه السلاح، بس الاول ما بيرضاش يضرب وبينزل السلاح. فبيروح التاني ضرب نار هو، بس ما بيكونش ضرب نار على الولا، ضرب نار على كيس المخدرات ده واللي طلع موجود فيه جهاز تعقب، وبيقول لهم كده تبقى باينه انها واقعيه اكتر. وبيقوموا عشان يمشوا، والواد بيقول لهم ممكن توصلوني للبيت، فالتاني قال له اركب المترو، كلنا هنركب المترو. وبعدها بيوصلوا لبيت الولا وبيطلبوا منه انهم يقابلوا ابوه، وبيدخلوا يقابلوا ابوه وبيقول لهم اتفضلوا تؤمروني بايه. فبيفهموه يعني اللي فيها وبيهددوه انه لو طلع منهم حس كده ولا كده هيخلصوا عليه هو وابنه. والنهار بيكون طلع والاتنين بيكونوا قاعدين في مطعم، والتاني بيقول خدت بالك من جهاز التعقب اللي كان في المخدرات؟ قال له اه، هي لما كلمتك صحيح قالت لك ايه عشان تقنعك ان احنا نشتغل سوا؟ قال له قالت لي ان ما عنديش حل تاني. فالاول بيجي عشان يخرج من المكان، بس هو بيقول له قالت لي كمان ان لما بقبل المهمه فانا كده حطيت وعد، والوعد ده هو من كاس الراجل. فبيرجع له بيقول له هو مين اللي اتصل بيك؟ الراجل اللي باميلا جابت رقمك منه؟ قال له دي جابت رقمي منه. يعني انت تقصد ان المدعيه العامه جابت رقمك منه برضه؟ وبيقول له لا اوعى يكون كده، ده معنى كده ان باميلا والمدعيه العامه جابوا ارقامنا من نفس الشخص، يعني احنا كده شغالين مع نفس الراجل؟ قال له اه يبقى شغالين مع نفس الراجل. فبيفهموا هما الاتنين ان ده كان فخة عمل ليهم عشان الراجل ده يخلص منهم، وبيبصوا حواليهم بيلاقوا المطعم اللي هما فيه فاضي والرجاله دول من بره بيحاصروهم. فبيجهزوا اسلحتهم هما الاتنين، والاول بيقول للتاني ده مش عايزيننا نخرج من هنا عايشين، بس بقول لك صحيح انا لحد دلوقتي ما عرفتش اسمك. فقال له بص احنا لو طلعنا من هنا عايشين هقول لك اسمي. قال له ماله. وبيطلعوا هما الاتنين وبيبداوا يضربوا نار، وبيخلص الفيلم على كده وما اتضحش ايه اللي حصل بعد كده. فاتمنى يكون ملخص الفيلم عجبك، ولو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه، وبس اشوفك في ملخص الفيلم الجاي، وسلامات.